واو انا اسكندراني برازيلي واسمر برقص سامبا واو برقص سامبا برازيلي واسمر برقص سامبا. على الرغم من دفاع صربيا المنظم جدا الا ان البرازيل قدرت تسجل هدفين وتاخد اللي هي عايزاه من المباراه. كلام في الكوره مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبتدي ونتكلم عن المباراه. في بداية المباراة دفاع صربيا، ونقدر نقول ان فرقة زي منتخب صربيا فرقة منظمة تكتيكيا جدا، ومهما كان هجومك قوي الا انك خليك عارف ومتأكد انت هتقابل فرقة ما بتغلطش تكتيكيا الا بالضالين. يمكن دي المنتخبات دي او الفرق اللي بتلعب بالنظام ده اللي هي تكتيكيا صعب ان انت تفتت دفاعها، بيقول ان الامر بقى يمشي ازاي؟ بيلاعب بامكانيات فرديه، مهاره واحد على واحد، واللي هي المهارات الخاصه اللي هي بتكون عند اللاعبين. بس المنتخب عنده كل المهارات الخاصه، ويمكن المنتخب اللي انشأ اصلا يعني ايه مهارات خاصه. في البرازيل اول حاجه الطفل بيعملها لما يبتدي يمشي هو يلعب بالكوره، ويمكن قبل ما يمشي كمان على طول يقوم طالع على الشاطئ يلا نبتدي نلعب فوتبول ونعيش مع بعض كده الكوره الجميله، والسحر بتاع كره القدم بيتولد عند البرازيل. اذا في المواقف اللي زي دي لما تحتاج لعيب باصحاب مهارات خاصه فاذا انت جيت في ملعب البرازيل. بصراحه منتخب صربيا قدر يسد قدام هجوم البرازيل القوي قوي ده لمدة شوط، وابتدى في الشوط الثاني يتزعزع واحدة واحدة، ولان مش سهل خالص على البرازيل انها يعني يضيع منها نقاط بالنسبة لكاس العالم يعني في اوائله في الاوائل المباريات. ونقدر نقول ان ده ماتش المفروض يعني لما نقول الموازين ونوزن الفرقتين كده ان الماتش ده في جيب البرازيل وانت مغمض، وان اول 3 نقط قصاد صربيا دي موضوع اصلا يعني كده زي بيفطروا. كمان نقدر نقول ان يعني صربيا من المنتخبات اللي ممكن نقول انها بالمستوى اللي انا شفته ده وقصاد هجوم قوي زي منتخب البرازيل، ومع برضه مرور الماتشات ويعني الموضوع يتعشى اكتر، الموضوع يتحفظ اكتر ان هم فعلا فرقه يعني انا ما شفتش فرقه بالنسبه في كاس العالم منظمه دفاعيا بالطريقه دي قد صربيا وكمان سويسرا. يعني انا سويسرا وصربيا الاثنين دول عجبوني جدا في يعني اللعب التكتيكي، فهم في التحركات بدون كرة اساتذه، تقفيل المساحات اساتذه ودكاتره في الملعب. فانا بصراحه ده شابوه للمنتخبين دول اللي هم دول من اقوى المنتخبات اللي انا شفتها منظمه دفاعيا وهجوميا بغض النظر عن النتائج. فبالتالي البرازيل ما كانش هتسمح ابدا انها تخش وسط الموجه بتاعت الكبار اللي هم عمالين يخسروا نقط زي كرواتيا، هولندا، المانيا، ارجنتين، فما كانتش عايزه تضم وسط الصحاب دول. الفرقه الوحيده اللي انا شفت في كاس العالم ده انها لما قابلت منتخب ضعيف عملت كارت ارهاب وخوفت بيه المنتخبات الاخرى واللي بتقول يعني بتفرض عضلاتها وتقول انها موجوده هي المنتخب الاسباني. انا كنت متوقع ان البرازيل يعني قدام صربيا تعمل نتيجه، كنت متوقع ان الارجنتين قدام السعوديه تعمل نتيجه، كنت متوقع ان المانيا تعمل نتيجه، هولندا تعمل نتيجه، كرواتيا تعمل نتيجه. المنتخبات دي كنت مستني انها تعمل نتيجه. برضو على فكره انا كنت متوقع ان البرتغال تعمل نتيجه، ولكن من الواضح ان كاس العالم ده اللي كل واحد في كوكب الارض توقع ان هو هيكون مثالي والطبيعي ان يعني المباريات تلجأ للخبرات والقوة اللي هي معروف بيها. يعني لما نقول مثلا ارجنتين وسعودية انت وانت مغمض ارجنتين، لما نقول هولندا ولا يعني كرواتيا كاس العالم الاخير كانت في النهائي، فانت بتتكلم عن منتخب ما ينفعش اول مباراه ليه في كاس العالم تكون تعادل ابدا، ما يعني مش هتيجي في بالك، مش هتيجي، خصوصا انها مش بتلاعب برازيل ولا ارجنتين ولا المانيا ولا فرنسا ولا الكلام ده كله. المنتخبات الوحيده اللي يعني نقدر نقول انها استغلت شويه الموقف ده هي اسبانيا، برتغال، برازيل، فرنسا. 4 منتخبات قدروا ان هم ياخدوا 3 نقط في اول مباراه، ويعني مش هنقول المستوى كان جامد ولا لا، بس نقدر نقول ان هم كانت المنتخبات اللي انت يعني ملت عليها شويه.
في البرازيل ففي يعني وجوه جديده زي مارتينيلي. انا اتبسطت جدا لما مارتينيلي نزل، لان دي يعني ممكن نقول المشاركه الاولى ليه في كاس العالم، وده ولد مبشر بالخير جدا، ولان دايما البرازيل ولاده ومش هتعطل على حد. فيعني ممكن نقول ان يعني في نهائي، يعني ده اخر كاس عالم لتياجو سيلفا، لداني الفيج، لنيمار. ما اعتقدش ان في مثلا في الملعب تاني نقدر نلاقيهم تاني السيزون الجاي الا لو كان عندهم اراده. وانا ما اعتقدش ان في حد من البرازيل اصلا بيلعب كوره غير ان هو الهدف تاني غير ان هو بيتسلى. بالنسبه لهم اللعبه دي ممتعه جدا. يبقى خسران 7 ممكن يرقص عادي جدا، خسران 11 في الملعب وممكن يرقص عادي، يكون مضيع 50 انفراد ويجي يشوط ما يشوطش يرقص الجون. هما بيلعبوا للمتعه. منتخب مليان يعني مش جرينتا اكتر زي المنتخب الاسباني، المنتخب الروسي حتى بيكون عنده حميه في الملعب. لكن انا اقدر اقول لك ان انت بتقابل منتخب اعصاب بارده جدا، وده كان اهم اسباب وجود داني الفيش اللي هو اوضه اللبس، لان اللعيبه هتبقى فكه. لان مين القامات، مين الكباتن اللي في الملعب؟ هو يعني تلاقي نيمار وتياجو سيلفا. على فكره تياجو سيلفا شخصيه قويه وكل شيء، ولكن لابد ان كان في يكون راس كبيره تغطي تحت كل دول تحت جناحها وتلم الفرقه. مباراه كانت جيده جدا بالنسبه لصربيا، قدرت تقفل مساحات وقدرت تخنق لعيبه البرازيل. صعب ان انت تسد قدام هجوم قوي جدا زي البرازيل. ريتشارلسون بيعيش يعني اظهر ايامه، وهو يمكن نقول ان هو مش في الدوري الانجليزي عامل ارقام كبيره جدا زي فيرمينيو اللي مش لاقيينه في كاس العالم، بس نقدر نقول ان ريتشارلسون ده يعني خامه مبشره ومهاجم قوي جدا بالنسبه للموجودين. فعلى الدكه عندك ناس كتيره جدا في منتخب البرازيل ما تقدرش تعدهم وكلهم يلعبوا اساسي مستريح. بس هو ده اللي دايما متعودين عليه في البرازيل. انت ممكن تلعب 3-1-5 هجوم عشان خاطر تلم كل اللي قاعدين بره دول. دي كان كلامي عن مباراة البرازيل وصربيا اللي كانت يعني من الطبيعي ان البرازيل تكسب. مشوار البرازيل مفيش حد ما رشحش البرازيل يعني حتى الدور قبل النهائي، فمتهيألي ان البرازيل في البداية الكويسة واللي هي الطبيعية انها تحصل تقدر توصل لأبعد من كده. انا شايف ان السيمي فاينال في السكة دي يا اما هيكون برازيل واسبانيا، يا اما هيكون برازيل واي فرقة تانية. كلام في الكورة بقى مع احمد نصر خلص خلاص. اشوفكم الحلقة الجاية. اعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب. الى اللقاء.